دلوقتي يا حبايبي دون بعد مرور اقل من 24 ساعه، يعني الساعه دلوقتي 9:30 وانا كنت عاملاه امبارح الساعه 11 بالليل. فبصوا يعني نشف ازاي، بصوا يعني دون انا كنت مقطعاه بقى، انا قطعته بعد 4 ساعات. فبصوا دلوقتي بقى هنيجي ايه، جبت ميه اهي، بصوا الميه اهي ميه نضيفه خالص وديفه اهي. فدلوقتي هنجيب كده، اجيب حته كده ونجرب مع بعض الرغوه. وطبعا دون بيخلي المواعين الالومنيا والسلستين، ارفع الموبايل شويه منه بيخلي المواعين، بصوا اهي الميه نضيفه ما فيهاش اي حاجه. انا هوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي. وطبعا ايه انتوا عارفين ان الصابون لسه بيقعد 12 يوم قبل ما نستخدمه. بصوا رغوته عامله ازاي، يعني انا ما رغيتش كتير، الصابونه لسه زي ما هي. بص الرغوه ده ينفع لاي حاجه، تصبني بيه مواعين، تغسلي بيه غسيل، بس طبعا للغساله الاوتوماتيك لا، للغسالات العاديه. بص رغوته عملنا عامله ازاي، بصوا ايه رايكم في الرغوه؟ طبعا انتوا شفتوا الفيديو انا عملته ازاي، انا عامله نص الكميه اللي انا عملتها المره اللي فاتت عشان كان عندي كيلو زيت واحد. لكن انت لو عاوزه تضاعفي الكميه حوشي الزيت، يعني انا من ساعه المره اللي فاتت محوشه كيلو. بص الرغوه قد ايه، هنغسل بيها الحوض دلوقتي مش هرميها يعني. فطبعا دون كان فيديو الصابون وفيديو المعجون السحري. انا المعجون السحري دلوقتي انا حاطاه في قلب الايه، في قلب التلاجة، وحاطه علبه على الحوض. فدون ايه، تعالي نعمل ده بقى. كان ايه فيديو الصابون بتاعي، انا طلعت من كيلو الزيت طلعت ايه 14 حته، بس ممكن تطلعي بتاع 20 حته او حتت صغيره، لان انا عامله حتت كبيره، فهي حتتين بس اللي صغيرين فيهم يعني. فطبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك. ودي حاجات كنا بنرميها نستخدمها، يعني دول الحته لو هتشتريها ب 10 جنيه الصابون غالي دلوقتي، هتشتريهم ب 140 جنيه. انا مش مكلفاهم حاجه، مكلفاهم بكام؟ ب 10 جنيه بطص بس. وكل حاجه كانت عندي في البيت. الزيت المستعمل ما جبت الزيت نضيف، يعني هو زيت المستعمل بتاع قليه البطاطس والبتنجان والحاجات دي. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما ابدا الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجه بنعملها، اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناه. النهارده هنعمل حاجات من الحاجات اللي بنرميها، هنعمل حاجات تنفعنا في شغل البيت ومش هنرمي اي حاجه. النهارده هنعمل المعجون السحري وهنعمل الصابون اللي هو بالزيت المستعمل. انا الليمون ده انا كنت محوشاه في الفريزر يعني، وكان معاها قشرتين برتقان كده. فطبعا انا طلعته وسلقته. انا كنت هعمله مع نفسي كده، بس قلت انا بقالي كتير ما عملتش الفيديو ده معاكم فهعمله. فسلقته لغايه ما اتهرى يعني. بصوا انا همسكها لكم الموبايل هيفصل همسكها لكم بايديا اهي. بصوا الليمونه، بصوا اتهرت ازاي. وخدت منها كوبايه ميه الليمون، هنعمل منه الصابون بتاع المواعين. هوريه لكم اللي انا كنت عاملاه برده معاكم مره من فتره. فدون بقى المعجون السحري. نعمل الاول المعجون السحري ايه، قشر الليمون ونسلقه لغايه الهريان كده يعني. وهنحط نص كوبايه خل، وهنحط كربوناته، وهنحط مثلا عاوزه تحطي بقى ايه معلقه ملح، يعني هم دول كفايه اللي هم 3 حاجات. المعجون السحري ده بتنضفي من البوتاجاز، الحوض جميل جدا، بس طبعا لازم تحفظيه في التلاجة او في الفريزر لو كان كميه كبيره. لكن دول حبه هيكفوني مثلا اسبوعين، فعادي ممكن نصهم احطهم على الحوض يقعد اسبوع بره التلاجة، والباقي بحط في التلاجة في قلب برطمان زي دول او برطمان ازاز عادي بينفعني. وهو خلص من عندي وببقى محتاسه بصراحه. فقلت ايه اعمل معاكم المعجون السحري النهارده. سلقنا الليمون لدرجه الهيان، الليمون برد. دلوقتي هنجيب الخلاط نضربه ونعمل المعجون السحري مع بعض، وبعد كده نعمل الصابون اللي هو بالزيت المستعمل بكيلو. هو ده اللي محوشه كيلو بس. فانا هقول لكم نحط ايه بالظبط في المقادير بتاع كيلو صابون، اللي هو الصابون البلدي بتاعنا الحتت يعني. ماشي، يلا بينا نشغل الخلاط. يلا بينا احط بس الفيشه في البوكس. يلا بينا. حطينا يا حبايبي قشر الليمونه اهو في قلب الخلاط بعد ما اتهرى خالص وغليناه وبرد. ما نحطوش هو البراد عشان في الخلاط عشان الخلاط ما يبص. فهطحنه بقى معاكم اهو. هدوس على الزرار. بصوا يا حبايبي ضربنا بقى اهو الخليط اهو. كل ما تيجي تضربيه وممكن الخلاط مش راضي يمشي معاكي، تزودي له حبه ميه لغايه ما يبقى بالكريم كده، يبقى كريمي كده ويتطحن جامد.
هنزل برضو الحاجات اللي في الخلاط دي، بس ايه دلوقتي اهو. بصوا بقى عامل ازاي، عامل زي المعجون ازاي. نروح حاطين بقى عليه حبه ايه، نحط عليهم معلقه ملح عشان يبقى اكنه ملح ليمون، بدل ما تجيبي ملح ليمون معلقه كبيره كده ملح، ونروح مقلبين كده. الملح برضو ماده حافظه وفي نفس الوقت بينضف. بصوا سمكه بيبقى عامل ازاي، يعني يا دوب الخلاط يدوره ما تخلوهوش سايل. وهنحط، انا جايبه دول ملح كربوناتو، نحط معلقه كبيره كربوناتو، وهسيب برضو حبه عشان خاطر اعمل منه الصابون الايه، الصابون البلدي. بص حطيت ايه معلقتين كبار كده، ونروح نقلبه كده، ونروح بقى ايه. بصوا التفاعل ازاي. بصوا انا هجيب حاجه تانية عشان هيفور مني ثانيه واحده. بصوا حطيته في نفس الحله اللي انا كنت سالقه فيه الليمون. بصوا عمل لسه بقى ناقص الحاجه الثالثه اللي احنا هنحطها، اللي هو الخل. نحط ايه قد نص كوبايه خل، نحط حبه هنا وحبه هنا بس كده، ونقعد برضو نقلب. بصوا التفاعل شايفين. بصوا دي اللي عشان جرد الغويط ده بقى. بصوا هيفور ازاي. بصوا شايفين الشكشكه دي، ده بقى لتظبين البانيو، لتظبين البوتاجاز، السلستين، الحوض. ده جميل قوي للحوض. الحوض عندي بعد ما يعني مثلا طول النهار بقى عمالين يعملوا شاي وقهوه، بلاقي الصفايه بتاعته اصفرت نقطه من غير صابون سائل ولا حاجه. ممكن تحطي عليه كوبايه صابون سائل عادي، بس انا عاوزه اخليه كده هو، بحيث ممكن تعملي البانيو، قعده التواليت، الارضيات. بصوا التفاعل بتاعه. بصوا عاوزين تكتروا الكربوناتو مش بمقدار اللي موجود عندك، يعني ممكن تحطي بكربونات اكتر من كده. بصوا التفاعل معاه. هو هيهدى دلوقتي وهعبيه في بطرمانات. ودي بقى طريقه المعجون السحري بتاعي، تحفه تحفه تحفه. انا دون من ساعه ما عرفت الطريقه دي وهو ما بيخلصش عندي. فاول ما ايه ما حوشت حبه قشر وقشر بنرميه يعني. بصوا معجون عامل زي اللهلوبه كده. فانا دلوقتي بقى ايه اخليه يهدى واعبيه ببطرمانات، ونروح بقى بينا نعمل الصابون الايه، الصابون البلدي بتاعنا. يلا بينا. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض الصابون البلدي. هعمله بكيلو زيت مستعمل، كيلو واحد. هنحضر كيلو زيت، وخدنا كوبايه عصير، كوبايه ميه قشر ليمون او قشر برتقال او ميه من الحنفيه الموجوده. ودون كان ربع كيلو بطاس متاخد منه، يعني دون بتاع ايه ربع، يعني طن كيلو بحبه، طن كيلو بطاس هنفضيه كله. يعني الازازتين بيتحط لهم ازيد من ربع كيلو، يعني 300 جرام بطاس عشان يمسك منك قوي. دون كان ربع كيلو بس واخده منه، عملت منه قبل كده حاجات يعني. هنحط عليه كوبايه العصير ميه الليمون، كوبايه ميه ليمون اهي. وهنقعد بقى نقلب لغايه ما يدوب كده. هنحس ان فيه بخار طالع، وتبعدي خالص، تلبسي حتى كمامه. هنقعد بقى ندوب كده اهو. بص انا ببعد عشان عندي حساسيه، عشان ما استنشقش الايه الريح. طلع منه صهد وسخونيه، انتوا شايفين البخار. نقعد نقلب وهرجع لكم تاني بعد ما يدوب. بصوا يا حبايبي كده البطاطس ده خلاص في ميه الليمون اهي. نسيبه بقى ايه لما يبرد خالص، نركنه كده على جنب، وما يكونش فيه اطفال جنبكم. يا ريت يكون في ازازه خل، انا عندي برد اصلا. يا ريت يكون في ازازه خل عشان لو الطرطشه جت على ايدك تحطي عليها خل على طول. نسيبه يبرد بقى ونكمل مع بعض الوصفه كمان 10 دقايق كده، او قبل ما يبرد يعني براحته خالص حبه، وهرجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي خلاص فضينا بقى المعجون السحري اهو. بصوا ما شاء الله، يعني ملا بطرمان اهو وعلبه اهي. هنعمل مع بعض الصابون بقى. دلوقتي الميه بالميه الليمون بردت اهي، ودي ميه الليمون بالبطاس بردت خالص. هنعرف منين اللي هي بردت؟ هنجسها من هنا اهو، ما نحطش ايدينا لحسن ننسلخ. الطبق بقى بارد خالص. دلوقتي بقى هننزل بريت لي صابون مستعمل. بصوا ده صابون انا كنت عاملاه، يعني صابون قليه بطاطس، على حاجات كتيره، بانيه. فانا انا ساعات برمي برضو زيت، بس لما بيكون الزيت مش حلو يعني
يعني مطرح قليه السمك بقى بصراحه برميه، بيبقى مسود خلاص بقى. هما 2 كيلو سمك بقليهم، فطبعا ايه نحط الكيلو ونقعد نقلب بقى، نقعد نقلب بتاع 5 دقايق. انا دلوقتي بعمل غدا، يعني انا مش قاعده ويعني مخصوص، يعني انا بعمل غدا وفي نفس الوقت بقى ايه بعمل الحاجه ومفيش اولاد حواليا خالص. ده وريت لي صابون على ايه، على 8 كيلو بطاز بس زياده حبه، يعني نجيب لكم 8 كيلو ونقول الراجل زود لي ب 2 جنيه تاني ولا حاجه. انا كان ربع كيلو بطاز واخده منه، يعني مثلا هنقول ايه الربع كيلو 250، يعني نقول مثلا 150، لان ال2 كيلو بتحط لهم 300 جرام بطاس. خلاص ده الروق بتاعه، مفيش بقى ايه مش هناخد حاجه منه بس. ونروح بقى ايه نقعد نقلب بالراحه خالص، نقلب كده. بصوا هتلاقيه كل ما تقلبي لونه هيفتح وهي ايه وهيتخن معاكي. بصوا ملاحظين انا طبعا كنت بعمله في جردل، بس الجردل مش باين له ضاع، يعني انا قعدت ادور عليه، ممكن رميناه واحنا بنروق العيد، الاولاد ممكن رميته. انا بعين جردل مخصوص للحاجه. بس ده الطبق ده برضو بتاع غسيل في الحمام، يعني مش طبق بغسل فيه خضار ولا حاجه. وحتى لو بتغسلي ده دون صابون بنعمله عشان نغسل بيه مواعين، يعني مش هيبوظ الطبق، مش هيبوظ الدين، عادي يعني. هقعد بقى اقلب بقى وارجع لكم تاني ونشوف هنحط المكون اللي هنحطه بعد كده ايه، حبه وارجع لكم تاني. تاني حاجه هنحطها قد معلقتين ملح كده، عشان الملح بيساعد الصابون اللي هو ينشف. ونروح برضو مقلبين، يعني بصوا بالبركه كده. بصوا الصابون بدأ يتقل مني، بصوا القوام ما شاء الله. بصوا ونقلب لغايه ما يدوب الملح، وبرضو تفضلي تقلبي 5 دقايق، تفضلي قلبي. بصوا نقلب بقى، وبعد كده بقى نحط معلقتين سكر وبرضو نقلب. هنجيب بقى السكر، اثبتي اهو السكر اهو. بص انا بحط بالبركه، اصل هي دي مش طبخه يعني، السكر عشان الرغوه. برضو معلقتين سكر وبرضو نقلب، نفضل نقلب برضو 5 دقايق. وبصوا بدأ يتصبن منا اهو، عشان خاطر كميه البطاطس مظبوطه. يعني كميه البطاطس ايه 300 جرام بطاطس على 2 كيلو، يعني تروحي تقولي الراجل عاوزه ربع كيلو وعاوزه 50 جرام عليه عشان يتصبن منك على طول. بس انا عامله كيلو واحد، فانا ايه واخده نص الكميه بتاع 150 جرام. تالت حاجه هنحطها نص كوبايه صابون سائل اهي، انا حطاها اهي نص كوبايه صابون سائل. صابون سائل من الكيس ابو 5 جنيه، ده عشان يعزز الرغوه بس. وهناخد برضو معلقتين من المعجون السحري لو ما فيش بقى، لو انت مش عامله. بصوا اللون بدأ يعمل ازاي، يعني بصوا ما شاء الله. بصوا اول ما حطينا الصابون السائل، بصوا ازيكم. انا عملت اهم حاجه، عملت الحاجه قبل ما ازيكم عاملين ايه والله. احنا بنعمل ايه، هم مالهمش هم في الصابون والحاجات دي، عشان كده كانوا قاعدين في الاوضه جوه كده. بقى ايه نحط تالت حاجه ايه، خليكم معايا هقلب 5 دقايق وارجع لكم واقول لكم الحاجه التانيه هنحط ايه. وبعد كده بقى هنحط يا حبايبي قد معلقه كربونات، وبرده حلو للتنظيف اهون بالبركه برده كده اهون. وبرده نقلب. بصوا كل ما نقلب هو نجاح الصابون في التقليب. احنا ولا حطينا لسه دقيق ولا حطينا اي حاجه، والله تقيل منك ما تحطيش دقيق، وايدك وجعتك حطي لك كوبايه دقيق وريحي نفسك ماشي. فانا محضره كوبايه دقيق صغيره والله، ومعلقتين نشا. هما كوبايه الدقيق 4 معالق دقيق كبار، ومعلقه النشا معلقتين نشا. انا محضراهم، هعوزهم مش هعوزهم خلاص. اخر بقى حاجه، استنوا بس ثانيه واحده عشان برضو نعزز النظافه. بصوا انا عندي برسيل جل، بس في اكياس بتتباع، انا ما عنديش اكياس، انا عندي علبه. هحط قد ايه، قد حجم كيس كده اهو، بس دي عشان خاطر تخليه ريحته حلوه وتضيع اي زفاره زيت ولا حاجه. بصوا وتخليه ايه ريحته، وتديله برضو تساعده على التنظيف وتديله رغوه. اقعدي بقى قلبي بتاع 5 ايه. دلوقتي حطينا كل حاجه، ناقص اخر حاجه هنحط معلقتين خل ماشي. اهو الخل اهو نحطه بالمره،
بص الريحه جميله ازاي، ريحه البرسيل الجيلي جميله قوي. بس انا كنت المره اللي فاتت عاملاها بكيس، انا كنت عندي علبه كنت كسباناها في قلب كيس مسحوق. هنحط برضو ايه معلقه قد معلقتين كبار خل. بس كده حطينا كل حاجه، نفضل نقلب بقى. قلبي بقى، شوفي اللي وراكي واقعدي قلبي كل 5 دقايق. ايدك وجعتك حطي دقيق عشان يتماسك منك، بس اقعدي قلبي بتاع ربع ساعه كده. لو ما مسكش منك حطي دقيق وحطي معلقتين النشا كده كده بنحطهم، يعني معلقتين النشا حطينا هحطهم قدامكم اهو. ثانيه واحده اهو، بصوا اهو دول معلقتين نشا هنحطهم كده كده وهنقعد نقلب. اقعدي بقى قلبي بتاع ايه ربع ساعه لغايه ما ايه القوام يتقل منك. القوام تقل منك خير وبركه، ما تقلش منك وزهقتي حطي كوبايه دقيق وريحي نفسك. ماشي، انا بقعد اقلب وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي قعدنا خلاص، وبصوا الصبن اهون ومش حطيت له. بصوا ثانيه واحده، كوبايه الدقيق اهي اللي انا كنت مجهزاها، هم 4 معالق دقيق. بص اهي ما احتجتهاش انا، بس حطيت له معلقتين نشا وقعدت اقلب يجي نص ساعه، بس نص ساعه ايه مش متواصل يعني. بصوا القوام عامل زي قوام الكيكه، بصوا بقى عامل زي قوام، ولو قلبت زياده هينشف زياده. يعني انا قعدت نص ساعه مش متواصل، يعني كل شويه 5 دقايق واعمل اكل واعمل اروح احط غسيل في الغساله، رحت اتوضيت وصليت. بصوا هنحضر بقى ايه حاجات نصب فيها الصابون. خلاص كده الصابون الصب مننا، ونسيبه بقى ايه زي ما ياخد، ممكن ياخد 6 ساعات، ممكن ياخد 4 ساعات. احنا الجو طبعا حر. بصوا انا محضره، انا هصب في ايه في علب زي دي. جبت اكياس تلاجة عادي، انا ممكن اصب في قالب، بس انا قلت ليه العلب دي انا كنت جايبه فيها جوز الهند وزبيب، فانا عندي بتاع 4 علب اللي انا حاطه فيها المعجون السحري، فانا هصب فيها، هحط فيها اكياس بس كده عشان ما اعرفش بقى هيلزق فيها، فانا قلت احتياطي يعني. وهصب فيها عشان تطلع لي مربعات يعني. وممكن في حاجه قالب وتحطي فيها برده مشمع، اي حاجه لازم تحطي فيها مشمع، اي كرتونه حلويات تحطي فيها. فانا دلوقتي هصبهم وهوريهم لكم هيطلعوا كام واحده، عشان انا بصور بايد وبعمل بايد، وهو بص عامل زي الكيك اهو، بقى عامل زي الكيك. فهصبهم ونشوفهم هيطلعوا كام واحده حبه، وهرجع لكم تاني. اهو يا حبايبي صبيتهم طلعوا 3 علب اهي. بصوا اهو، وما تنفش على وش الصابون ولا اي حاجه. وهنسيبه بقى لما ينشف في مكان ما فيهوش شمس عشان ما يبص، يعني ممكن حته في المطبخ كده، ممكن في اوضه ما حدش بيدخلها، حطيه على ترابيزه بس ما يكونش فيه اولاد عشان ما يعكوش فيه يعني. والطبق فيه دهون ونزلت فيه كل اللي فيه. ودي طريقه الصابون. هنسيبه بقى ينشف وهكمل لكم الفيديو بعد ما ينشف ونقطعه مع بعض. وهحين دون في التلاجة، ودون انا هحطه استعمله يعني اللي ايه استعمال الاسبوع بتاعي. فطبعا ايه حابه هرجع لكم، بس حابه كده يعني يكون بعد كام ساعه كده نكمل الفيديو طويل شويه، بس فيه حاجات مفيده كتيره. عملنا الصابون من غير ما نحط فيه دي، حطيت عليه معلقتين نشا بس، لان النشا بيساعد اللي يعني زي ايه بدل الجريسلين. يعني انا ما عنديش جريسلين حطيت نشا، والنشا بيساعد اللي الايه الصابون ما يخليش ايدك خشنه. فحابه هرجع لكم بعد كام ساعه كده نشوف نشف، هقول لكم كام ساعه بالظبط نشف فيه. حابه هرجع لكم كده يا حبايبي. خلاص بصوا نشف اهو، هو لسه طري شويه، ده هو بعد 4 ساعات 4 ساعات بس. بصوا الصلب خالص اهي. هنطلعه بقى من الكيس. بصوا اهو، عشان بس لازم نقطعه وهو لسه طري عشان خاطر ايه ما ينشفش. لما ينشف مش هعرف اقطعه، فانا هقلبه على الصينيه وهقطعه معاكم وهوريكم منظره شكله عامل ازاي. بصوا اهو قلبت اول علبه، تاني علبه اهي. بصوا مجرد بس ما بنقلب العلبه كده، بصوا والعلبه بتطلع خالص اهي، ونشيل من عليها الكيس. بصوا نقطعه بقى ايه بالسكينه، نقطعه. انا هجيب السكينه دلوقتي واقطعه واوريكم منظره عامل ازاي. بصوا نشف خالص، ده بعد 4 ساعات. انا قطعتهم اهو يا حبايبي. بصوا اهي كده، هقطع دي نصين وهقطع دي نصين، يعني نعمل الحته حلوه كده اهو. ودي قطعتها 4، دي قطعتها 6، بس دي الواحده كبيره شويه يعني حسب ما انت عاوزه. بص اهي كده، نيجي في النص كده ونقطعها كده. لسه بقى هنسيبه ينشف، يعني نقعده يوم تاني على بكره كده، بس انا قلت ما اقطعه هو ايه عشان لو نشف اكتر من كده يتكسر منك. بصوا
بس يا فريده بصوا كده احنا قطعنا. بس يا فريده بس يا حبيبتي. لا ده مش مام، ده فاكره كيكه. فدول الاول واحده طلعت 6 وواحده طلعت 4، بس دول كبار ودول صغيرين، ودي لسه هقلبها. دي ممكن اطلعهم برضو 6، هطلعهم 6 يعني. طلعنا 6 و6 12 و4 12 و4 16 صابونه. فهقلب دول بقى وهقطعهم وارصهم على الصينيه وينشفوا. بس قطعته يا حبايبي. انا لقيت الحته الكبيره هتبقى شكلها حلوه كده قد الحته اللوكس، ودول حته صغننه. جبت الكوبايه اهي، بصوا دي الحته الصغيره اللي انا قطعتها. يعني انا قطعت الواحده دي 6، هي مش صغيره قوي يعني. نحاول ايه نسويها برضو بالسكينه كده لانه لسه طري شويه، بس الصلب خلاص. ونجيب الكوبايه كده نديها شكل كده زي صابون زمان، نغرز غرزه بسيطه كده. بصوا ادالها رسمه جميله ازاي كده. ونسيبه بقى ايه ينشف بقى 24 ساعه. وهعمله كله بقى بالاشكال دي كده. يعني دي مثلا اهي هحطها كده واروح جايبه ايه كده. بصوا ادى شكل جميل ازاي. بصوا بس هي منها جايه بوربه برضه هسويها بالسكينه. بصوا كده. هعمله بقى كله واسيبه بقى ايه يعني. هو دلوقتي بقى له 4 ساعات الصبن خلاص. فانا دلوقتي هشكله عشان خاطر ايه لو قعد كمان ساعتين او سبته ونمت، لان احنا دلوقتي الساعه 3 الفجر. لو سبته بقى ونمت هلاقيه الصبح نشف قوي. فانا دلوقتي هشكله بقى كله واسيبه كده على ترابيزه السفره بعيد عن الاولاد، في حته بعيده او في اوضه ما حدش بيدخلها. والصبح بقى ان شاء الله هوريكم ايه نشوفه بقى مع بعض. دلوقتي يا حبايبي دون بعد مرور اقل من 24 ساعه. يعني الساعه دلوقتي 9:30 وانا كنت عاملاه امبارح الساعه 11 بالليل. فبصوا يعني نشف ازاي. بصوا يعني دون انا كنت مقطعاه بقى، انا قطعته بعد 4 ساعات. فبصوا دلوقتي بقى هنيجي ايه جبت ميه اهي. بصوا الميه اهي ميه نضيفه خالص ونضيفه اهي. فدلوقتي هنجيب كده، اجيب حته كده ونجرب مع بعض الرغوه. وطبعا دون بيخلي المواعين الالومنيا والسلستين، ارفع الموبايل شويه منه بيخلي المواعين. بصوا اهي الميه نضيفه ما فيهاش اي حاجه. انا هوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي. وطبعا ايه انتوا عارفين ان الصابون لسه بيقعد 12 يوم قبل ما نستخدمه. بصوا رغوته عامله ازاي. يعني انا ما رغيتش كتير، الصابونه لسه زي ما هي. بص الرغوه ده ينفع لاي حاجه. تصبني بيه مواعين، تغسلي بيه غسيل. بس طبعا للغساله الاوتوماتيك لا، للغسالات العاديه. بص رغوته يعملنا عامله ازاي. بصوا ايه رايكم في الرغوه. طبعا انتوا شفتوا الفيديو انا عملته ازاي. انا عامله نص الكميه اللي انا عملتها المره اللي فاتت عشان كان عندي كيلو زيت واحد. لكن انت لو عاوزه تضاعفي الكميه حوشي الزيت. يعني انا من ساعه المره اللي فاتت محوشه كيلو. بص الرغوه قد ايه. هنغسل بيها الحوض دلوقتي مش هرميها يعني. فطبعا دون كان فيديو الصابون وفيديو المعجون السحري. انا المعجون السحري دلوقتي انا حاطاه في قلب الايه في قلب التلاجة وحاطه علبه على الحوض. فدون ايه تعالي هنا يعمل ده بقى. كان ايه فيديو الصابون بتاعي. انا طلعت من كيلو الزيت طلعت ايه 14 حته. بس ممكن تطلعي بتاع 20 حته او حتت صغيره لان انا عامله حتت كبيره. فهي حتتين بس اللي صغيرين فيهم يعني. فطبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك. ودي حاجات كنا بنرميها نستخدمها. يعني دول الحته لو هتشتريها ب 10 جنيه الصابون غالي دلوقتي هتشتريهم ب 140 جنيه. انا مش مكلفاهم حاجه، مكلفاهم بكام؟ ب 10 جنيه بطص بس. وكل حاجه كانت عندي في البيت. الزيت المستعمل ما جبتش زيت نضيف، يعني هو زيت المستعمل بتاع قليه البطاطس والبتنجان والحاجات دي. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.